السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما في خير وصحة وراحة بال دايما يا رب العالمين. لو عايزة بقى طريقة سهلة لحفظ الملوخية الخضراء في الفريزر من السنة للسنة، وكمان بقى بدون ما تخرطي ولا تبردي في تلج ولا كل ده، ولو عندك كمان كمية هتعمليها وفي وقت بسيط جدا وبكل سهولة. أهم من ده كله هتحافظي على اللون الأخضر الجميل بتاع الملوخية الخضراء، وكمان لما تيجي تستخدميها هتحسي كأنك لسه عاملاها دلوقتي. يبقى تكملي بقى معايا الفيديو للآخر، وما تبخليش تشتركي في القناة وصفحة الفيسبوك. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنجهزها ازاي. اول حاجه هجيب الملوخيه بتاعتي الخضراء وهبدا اقطف فيها. طبعا التقطيف هشيل الورقه بالجزء الصغير اللي بيبقى ماسك في الورقه، وده الجزء الصغير ده اللي هيعمل عرق للملوخيه. بعد ما اخلص التقطيف كله هجيب بقى الملوخيه وهنزلها في طبق كبير كده مليان ميه، وابدا اسيبها كده لمده 10 دقايق في اول مره، بحيث تنزل اي طين او رواسب منها. بعد كده بقى هبدا اصفيها. شايفين كمية الرواسب والطين؟ وهكرر العملية دي 3 4 5 مرات لحد ما المية بتاعة الملوخية تبقى نظيفة تماما، يعني ما فيهاش أي رواسب أي لون أي حاجة، تبقى مية بيضة فترة. ودي خطوة مهمة جدا. بعد كده بقى عندي مية على النار في حلة، هنزل بمعلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي هتبقى مادة الحفظ. أول ما المية ألاقيها خلاص دخلت على غليان، هنزل بكمية الملوخية اللي أنا عايزاها وهديها حوالي 10 دقايق على النار. بعد كده معايا شفشق الخلاط، هنزل فيه كده، هصفي الملوخية وهنزل فيه بالملوخية على طول، مش هبرد ولا هعمل أي حاجة من الحاجات دي كلها. هنضرب بقى الملوخية على طول، ولو احتاجنا مية هناخد بقى كبشة أو 2 زي ما نحب من المية اللي غلينا فيها الملوخية. المية دي نضيفة جدا ما فيهاش أي حاجة. هنضرب بقى، طبعا هتضربي وتشوفي القوام اللي انت عايزاه ناعم، عايزاه خشن، عايزاه متوسط، زي ما تحبي بالظبط. بس عموما ما تضربيش كتير وتبقى كده قوامها يعني مظبوط. هنخلص بقى باقي الكمية بنفس الشكل، هنزل كده اللي على الجوانب عشان كله يتضرب ويبقى كله نفس القوام. هنسيبها بقى تبرد على ترابيزة المطبخ، ودي خطوة مهمة جدا. لازم اسيب الملوخية تبرد، كل شوية كده اقلب فيها بمعلقة لحد ما تخرج البخار وتبرد تماما. بعد ما تبرد بقى هبدأ اجيب اكياس التلاجة واحط بقى الكمية اللي انا محتاجاها. طبعا انا بجيب كل اسبوع واعمل الملوخية بنفس الشكل عشان ما تبقاش كمية كبيرة وتتعبني والكلام ده كله يعني، فانا بجيب جزء جزء كده كل اسبوع. بعد كده بقى هبدأ اخرج الهواء من الكيس، ودي خطوة مهمة جدا، نخرج الهواء من الكيس. واخلص بقى الكمية اللي باقية. شايفين ما شاء الله اللون اخضر جميل جدا. جربوا بقى الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تبخلوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم. وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير، والسلام عليكم.